يا صباح الفل، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى يومنا هيبتدي من اول الفطار، يوم كامل بقى. معايا بقى حضرت كده الفطار على السريع عشان نفطر، جبنه وفول وبطاطس وطعميه وخس. وهنبتدي بقى يومنا ويبتدي النشاط بتاعنا من اول النهار. حطينا كده كمان دورة غسيل في الغسالة وشغلناها. اول حاجة تبدأي بيها لما تصحي من النوم، لو عندك غسيل تحطيه في الغسالة بتاعتك وتشغلي عليها وتنسيها بقى خالص. اهو زي ما انتم شايفين كده شغلنا بقى الغسالة وهننسى الموضوع. حطيت المسحوق كمان هنا اهو. هنشغل بقى كده الغسالة. يومنا النهاردة طويل، بس هو مش طويل قوي يعني. هو يوم هيريحك شوية، يعني هتستريحي بعد منه، نقول له 3 4 ايام اسبوع. شغلت بقى كده دي المية هنا وعملت درجة الحرارة على 40. اثبت بس درجة الحرارة زي ما انتوا شايفين كده. حطوا لايك للفيديو عشان النهاردة ان شاء الله في حاجات كتير هتستفادوا منها. ازاي ترتبي يومك من اول ما تصحي من النوم عشان ما تحسيش بضغط. بدأت بقى كده، خلاص خلصنا الغسالة. بدأت بقى كده بعد الفطار. كنت جايبة فرختين بقى كده، قلت اما اغسلهم وانضفهم كده وهعمل منهم الغدا وهفرز منهم كمان. ابتدي بقى كده بسم الله الرحمن الرحيم. حطيت بقى الكيس ده كده جنب مني علشان خاطر كل الفوارغ اللي هتطلع من الفراخ هحطها فيها على طول، عشان ما بقاش بهدلت الدنيا حوالين مني، عشان انا بصراحة ببقى شكاكة قوي من ناحية زفارة الفراخ. ابتدي بقى كده اغسل اهو زي ما انتوا شايفين، واشيل بقى اي زوايد في الفرخة انا ما بحبهاش. يعني الحتة اللي في المؤخرة دي انا بشيلها كلها كده، وبفتح كده من تحت بطلع بقى ايه، اي دم، اي حاجة، اي بقايا بقى كده في الفرخة من جوه. نضفها بقى كده تنظيفة محترمة. نشيل برضو كمان هنا الضفر ده، الحتة اللي بتبقى في الجناح. وبشيل بقى كده الجلد بتاع الرقبة ده كله، ما يعني ما بحبوش، ما بفضلوش بصراحة. واول قطعة كده ايه من الرقبة كده برضو ما بفضلهاش، مطرح السكينة بقى بتاعت الذبح وكده، فانا ما بحبهاش يعني، محبش اخليها في الفرخ. تيجي بقى كده اهو نقطع بقى الفراخ بتاعتنا دي، هنطلع منها كذا صنف مش صنف واحد. يلا بقى حطوا لايك للفيديو واشتركوا في القناة وفعلوا الجرس على كلمة الكل عشان يوصل لكم كل جديد. انا عايزة القناة تكبر معاكم وبيكم ان شاء الله. هغسل بقى كده التانية نفس الاولانية كده، هشيل برضو القطعة اللي هي في المؤخرة دي، وهعمل نفس برضو اللي عملته في الفرخة الاولانية. هننضف من عند الجناح وهنشيل الرقبة وهنشيل الجلد. او زي ما انتوا شايفين كده انا بشيل الجلد بالرقبة كلها. اغسلها برضو غسلة محترمة وننضف من جوه كويس. بصوا كل اللي انا بطلعه ده هو ده اللي بيعمل زفارة في الفرخة. يعني انتي لازم تطلعي كل الحاجات اللي هي بتبقى عاملة شبه المخاط كده ما بين الجلد واللحم. دي لو ما طلعتش وتنضفت الفرخة من جوه كويس، خلاص بقى كده يعني انسي بقى ان انتي تاخدي منها طعم حلو. اهم حاجة في الفراخ دي النظافة. وانا بصراحة يعني من ناحية الفراخ البيضة دي يعني مش عايزة اقول لكم شكاكة قوي. هننضف بقى كده فراخنا ونقطعها. هنغسل بقى كده. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. يعني خليكي بقى طول ما انتي واقفة في المطبخ كده ايه، لسانك رطب بذكر الله. كل ما تعملي حاجة اذكري ربنا، استغفري، سبحي، إيه، صلي على الرسول. هتلاقي يومك عدى كده سهل وسلس من غير ولا اي تعب ولا اي مجهود. سبحان الله. يعني الذكر ده حاجة بسم الله، يعني احنا محتاجينها والله. احنا محتاجين الذكر. الايام اللي احنا فيها دي صعبة، محتاجين نبقى قريبين قوي من ربنا. قطع برضو نفس الحكاية اهو، بصوا. تمام. سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. عايزاكم تسبحوا معايا ربنا وتستغفروا وتصلوا على الرسول. زي ما بيقولوا كده ايه، صلي على الحبيب قلبك يطيب. بشيل برضو بقى هنا القوانص، بشيل كل الدهون اللي بتبقى حوالين منها، بخليش فيها اي دهون نهائيا اهو.
بصوا بقطع بقى الحتة اللي هي من ورا دي تبقى زيادة، بشيل بقى اي دهون كده بالسكينة، بنضفها، ما بخليش فيها بقى اي دهون نهائيا. طبعا جنب مني الكيس مسهل عليا ان انا احط فيه بقى ايه الفوارغ اللي بتطلع دي. ميه طبعا شغالة كده عشان اول باول اشطف الحاجة. انضف بقى كده بالسكينة اي دهون. اشيل بقى كل الكلام ده كله، وهشطف الفراخ وهغسلها غسيل يعني بصوا مش عايزة اقول لكم، بذلي اقصى مجهودك في غسيل الفراخ. هنا بقى انا هقطع كده الوركين افصلهم عن بعض زي ما انتي شايفة كده. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. حتى بصوا من المنطقة اللي هي بتبقى من عند الورك من ورا دي، بتبقى اللي هي تجمعات الدموية بتاعت الفرخة كلها، دي لازم تتشال، لازم تتشال كلها، ما يبقاش فيها حاجة، يعني ما تستناش في قلب الفرخة اصلا، لان ديت ما بتبقاش يعني مش مستحب انها تتاكل بصراحة، يعني مش مستحب انها تبقى في الفرخة، فلازم تشيليها عشان دي بتبقى متجمع فيها الزفارة كلها بتاعت الفراخ. حتى بقى ايه ما بين الجلد بصوا المادة المخاضية اللي انا بقول لكم عليها دي لازم تتشال، ضروري ضروري في تنظيف الفراخ. طبعا كلكم ستات شاطرين وعارفين الكلام ده كله كويس، بس انا بقول الكلام دوت للي لسه مقبلين على الزواج بقى ولسه سنة اولى مطبخ يعني. هغسل بقى كده الفراخ بتاعتنا كويس اهو. بصوا زي ما انتوا شايفين كده انا قطعتها كمان، يعني قفلت الكاميرا بقى وقطعت الفراخ بتاعتي كده ايه، عشان انا ان شاء الله النهارده هنعمل الفراخ مشويه، اللي هي فراخ الحاتي اللي هي الشيش. بصوا انا مقطعاها قطع، بصوا انا بقول لكم هنا ايه التجمعات الدمويه اللي هنا دي لازم تتشال. غسلت بقى الفراخ بتاعتنا، قطعت بقى كده فرخه ونص وسبت الصدر ده كده كامل. هطلع منه بقى ايه، هطلع منه بانيه، يعني بصراحه بدل ما اجيب كيلو البانيه ب140 جنيه حرام، فانا لما اجيب فرختين اطلع منهم كذا وجبه كده هيوفر معايا. اشيل بقى كده ايه، افتح كده بالنص، لازم السكينة بتاعتك تكون حامية وتخلي بالك على ايدك. هفتح كده من عند المفصل بتاع الصدر العظمة، بمشي كده السكينة وبعدي كده من جنب العظمة بكل سهولة، بيتقسم معايا الصدر نصين اهو. بصوا السكينة ماشية في العظمة ازاي. طبعا بشيل بقى بسلك كل الجلد ده وكل الدهون اللي فيه دي بسلكها، وعلى الكيس على طول بقى معايا كده الصدرين نضاف، شلت الجلد اللي فيهم، وطبعا هشيل كل الزوايد اللي فيهم ديت عشان خاطر ابتدي ايه افصلهم. بفصل بقى كده العظمة، بصوا بمشي كده بالسكينة من تحت اللحم لحد ما اوصل للجزء اللي فوق، بفصله بقى كده عن بعض. دي طبعا برضو ما بتترميش، مفيش حاجة هتترمى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بشيل برضو كده بصوا اهوت، بخش كده ما بين العظمة وما بين اللحم بالسكينة من تحت زي ما انتوا شايفين، بسلك بالراحة عشان ما هقدرش اي لحمة مع العظم. هي كده كده بيبقى فيها يعني حاجات بسيطة ما بتبقاش ايه، بس برضو مش هنعتقها، متفكروش ان احنا هنرميها يعني. استنى، ده احنا هنطلع دلوقتي حاجات ايه مية مية. اشيل بقى كده الجزء بتاع العظمة الناشفة اللي بتبقى في الصدر من فوق،
هاخده بقى كده اشطفه وهنضفه وارجع لكم. بصوا بقى غسلته ونضفته. تعالوا بقى كده ايه نطلع منه البانيه. بحط ايدي كده من فوق، ولازم السكينه تبقى حاميه. تحددي بقى الشريحه اللي انت عايزاها، ان كانت سميكه ان كانت رفيعه زي ما تحبي، تقطعي براحتك بقى. بصوا ايدي ساندة والايد التانية اللي ماسكة السكينة هي اللي ماشية. ايدي ساندة من فوق والايد اللي ماسكة السكينة هي اللي ماشية في اللحم اهو. بصوا بكل سهولة. طبعا القطعة دي طالعة يعني انا سميكة شوية، مش زي اللي بتجيبيها من بره، بتبقاش لما بتيجي تسويها كده بتبقى عاملة شبه الاستك، لكن دي لما يبقى فيها لحمة شوية يبقى ليها طعم شوية اهو. هعمل كمان قطعة زي ما انتوا شايفين كده، ايدي ساندة والايد اللي تحت هي اللي ماشية في اللحم. غسلت بقى الفراخ زي ما انتوا شايفين. بصوا المية فضلت اغسل فيها لحد ما عادش فيها دم نهائيا. فتحت بقى كده العظم من اللحم علشان خاطر زي ما قلت لكم هنشويها شيش. دي كده الفراخ اللي بتبقى متقطعة كده بتبقى اسمها شيش عند الحاتي اهو. زي ما انتوا شايفين دي حتة الكتف اللي هي بتبقى ما بين الجناح وما بين الصدر، قطعتها برضو كده زي ما انتوا شايفين وفتحتها. وادي الدبوسة برضو فتحته كده وخليت ما بين الجلد واللحم، ما بين العظم واللحم اهو زي ما انتوا شايفين كده، عشان تستوي بسرعة كلها ما يبقاش فيها دم وتبقى كلها سوا واحد. حطي بقى ليمون، حطي ليمون زي ما انت عايزة. هنقعها بقى كده في محلول الملح والليمون والخل. لو عندك دقيق حطي، عايزة تحطي جنزبيل حطي، معلقة طحينة حطي زي ما يعجبك. بس انا غسلة الفراخ بتاعتي كويس فما فيهاش يعني زفارة جامد قوي. طبعا محلول النقع ده كمان بيتخلص من اي ريحة ومن اي زفارة. ادي كمان البانيه اللي طلعناه. انا طبعا طلعت الجزء ده كده من البانيه، والهادر بقى اللي تحت طلعت منه كمان القطع دي هنعملها شاورما اهو زي ما انتوا شايفين. يعني احنا ما هدرناش اي حاجة من الفراخ. خدت بقى الكمية الاكبر عملتها كده شاورما، لان انا ولادي بيحبوا الشاورما اكتر من البانيه، فيعني عملت كده وعملت كده اهو زي ما انتوا شايفين. تيجي بقى هنا بعد ما خلصنا الغسيل وخلصنا الكلام ده كله لازم ننضف حوالينا عشان البكتيريا. حط شوية كلوريكس الوان في الحوض. لازم ننضف حوالين مننا علشان خاطر البكتيريا ما تنتشرش. وشوية بريل. وخدي بقى الحوض كده غسلة محترمة اهو. هننضف حوالين الحوض كله، المكان اللي احنا اشتغلنا فيه من اول تقطيع الفراخ لحد الغسيل لازم يبقى كله ده، يعني بنعقم مكاننا. احنا كده بنعقم مكان ما عملنا. دي طبعا ليفة مخصصة للحوض، وبعد ما هخلص بيها هخلص منها اصلا، يعني مش هتستنى كمان معايا. بعد ما هخلص بيها غسيل الحوض هخلص منها، لان كده خلاص هتبقى هي شايلة كمان بكتيريا. بس عليها شوية كلوريكس كمان وشوية بريل عشان اغسل الحنفية مكان ما كنت بفتح وبقفل المية. نغسل بقى كده زي ما احنا يعني زي بصي غسيل محترم. صبني بقى كده حوالين منك، وصبني الرخامة، وصبني الحوض وايديكي والحنفية، عشان خاطر لما تبدأي تعملي الاكل بقى وتشتغلي في الاكل تبقى الدنيا كده في الامان. مفيش بقى ولا بكتيريا ولا يعني ولا ميكروبات ولا الكلام ده كله. سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم.
انا عماله بشطف كده بايديا، لقيت الموضوع مش جايب همه. يعني الميه اصلا مش عارفه احطها احدفها على الحنفيه، او فانا استعين دلوقتي بكوبايه، استعانه بالله طبعا. جبت بقى كوبايه كده، وبقيت اخد بيها ميه واغسل بيها الحنفيه من فوق وحوالين الحنفيه وورا الحنفيه، والرخامه طبعا لازم تتشطف كويس اهو. كمان الحاجات اللي انا مسكتها بايدي، ازازة الكلور وازازة البريل لازم هغسلها، والليفة طبعا انا هغسلها وهتخلص منها زي ما قلت لكم. خلاص كده نضفنا الدنيا وخليناها زي الفل، وتأكدنا ان مفيش زفارة في الحوض ولا حوالين الحوض ولا في اي حتة. بصوا الحوض بيلمع زي الفل، مفيهوش اي زفارة. نضفت كمان حوالين غسلت كمان الحنفية، وبوريكم الحنفية بتاعتي. بصوا الحنفية بتاعتي، بوريكم ان انا غسلت حوالين الحنفية يعني. قال يعني انتوا مش شايفين ان انا غسلت حوالين الحنفية؟ خلاص بقى نخش في المفيد. تاني تاني هتشطفي تاني؟ مفيش فايدة. انا عندي وسواس يا جماعة والله من النظافة بجد، يعني اكيد انتوا زيي، انا عندي وسواس من النظافة. كمان بنشف بقى حوالين مني المية دي بالفوطة، وبلمع كده الرخامة بقى حوالين مني، عشان خاطر لما ابتدي اشتغل بقى في الاكل تبقى على النظافة الدنيا، يعني مبقاش ورايا كركبة كتير في الحوض وابقى زهقانة ومش عارفة هخلص امتى. اول باول كده بخلص حوالين مني الحاجة اللي انا بشتغل عليها، ده بيسهل عليا اليوم. نيجي بقى هنا، جبت بقى البصل وقشرته، وهبشر بقى كده ايه بصلتين كبار محترمين، ومعايا كمان كام فص توم وليمونه، ومعايا طماطمايه كبيره، عشان خاطر انا بقطع بس من عند الدماغ، وبسيب الطرف بتاع البصلايه كده عشان اعرف امسكها. انا طبعا هنا كنت واقفه عكس معرفش اشتغل الاتجاه ده. بصوا هلف الدنيا ازاي. ابشر بقى كده البصل. حطوا لايك بقى للفيديو، لو لسه ما حطيتوش لايك حطوا لايك للفيديو، حطوا لايك للفيديو. انا عايزه البصل مبشور ناعم كده. انا غيرت لكم الخلفيه، غيرت الاتجاه عشان خاطر انا كده واقفه في الاتجاه السليم. هبشر بقى كميه البصل اللي معايا. بصوا لما بسيب الطرف بتاع البصلايه من تحت يعني ما بتتفكش من بعضها، عكس لما تقطعيها من عند الديل، يعني من عند الطرف الاخير، ما تيجي تمسكيها من عند الشوشه بتاعتها كده لا بتتفك لكن من هنا من راس البصلايه كده بقطعها، واسيب كده الطرف الاخير، بيسهل عليا ان انا امسك البصلايه لحد الاخر ما تتفتحش مني. هبشر بقى كده كل البصل اللي معايا ده، لان ده اللي هشتغل عليه. هتبل بيه كله بقى، هتبل منه البانيه وهتبل منه الشاورما وهتبل منه الفراخ. فانا عايزه كميه بصل محترمه، وهعمل منه كمان الرز، فيعني انا عايزه الكميه دي. خلصت بقى كده. بصوا كميه البصل كده كافيه يعني، لان البصلتين اصلا كانوا بسم الله ما شاء الله اللهم بارك يعني كانوا كبار. هبشر كمان عليهم الطماطم. لا ركنت البصل على جنب وبشرت الطماطم لوحدها. استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه. معايا طماطمتين
طماطميتين كبار كده او 3 طماطميات على حسب بقى ما انت عايزة يعني. برضو بشر كده بالمبشرة بالسنون اللي هي الضيقة دي. انا طبعا الكيس حاطه الباسكت ورايا، فبحط بقى فيه عشان خاطر ما يبقاش ايه، يعني مرميش في الحوض تاني بقى وبهدل الدنيا ورايا، لان انا ورايا كده الحوض، فانا لو رميت في الحوض تاني هزعل. لا انا حاطه باسكت كده ورايا على الرخامه، وحاطه فيه الكيس وبحط فيه بقى ايه الهدر اللي بيطلع ده. خلاص بقى بشرنا الطماطم وبشرنا البصل والثوم، ومعايا بقى الليمونه كده. تيجي بقى كده ايه، نركن دول على جنب ونعمل تتبيلة الفراخ. يعني هعمل لكم شوية بهارات بقى من الاخر. بصوا، عندي فلفل اسود وعندي كمون وعندي كزبرة ودي زعتر وده جنزبيل وعندي زر ورد وورق لورا، ولو عندك حبهان كمان حطي. ومعايا هنا ده بابريكا وكاري وده توم بودرة. حط بقى كل الكلام الحلو ده. انا خدت طبعا البهارات الحصى دي على النار شوية الاول، طلعت منها الرطوبة. هنعمل احلى بهارات للمشاوي كلها. عندك بقى محشي، عندك مشاوي، اعملي الخلطة دي على السريع كده وانتي واقفة، حاجة تانية خالص. حط بقى كده الكلام الحلو ده كله. لو عايزة تحطي شوية شطة كمان حطي، لو بتحبي الحاجة حامية. هنضرب بقى البهارات بتاعتنا دي. مش عايزة اقولك لما بتبقى لسه طحناها طازة بيبقى ليها طعم تاني غير اللي بتبقي شايلها في دولاب المطبخ. دي كده بتبقى ليها ريحة فظيعة. المعلقة الصغيرة منها بتغني. انا طبعا محطش جوزة الطيب عشان التحريم. انا كنت الاول يعني من عشاق جوزة الطيب بصراحة يا جماعة، بس لما عرفت ان فيها حرمانية يعني خلاص بقى، لما يتثبت عكس ذلك ان شاء الله لو اتثبت يعني هبقى ارجع تاني اجيبها. ممكن نستعين بالكباب الصيني بدل جوزة الطيب. اهم حاجة بس انا اعمل البهارات بتاعتي دي كويس، عشان خاطر لما بقى نتبل بيها وكده ما تبقاش خشنة كده وباينة في الاكل. نديها كده ضربتين 3 محترمين لحد ما تنعم خالص. خلاص كده تمام. بصوا بقى نعمت خالص وبقت زي الفل، والريحة مش عايزة اقول لكم اللهم بارك، ريحتها فواحة يعني المعلقة الصغيرة منها تغني. بصوا انا بوريكم، بصوا قد ايه ناعمة. حطي بقى منها على المحشي بتاعك، والله لا يجيب اخر الشارع. هيخلي كل اللي حوالين منك يسألك انت حاطه ايه جوه المحشي. انا طبعا دي خلطة البهارات بتاعتي، واللي عارفني عارف ان انا دايما بحب اجيب البهارات واطحنها. انا في البيت انا بحب امكس كده البهارات بتاعتي بمزاجي، مش على مزاج العطار بصراحة يعني. هنجيب بقى كده حاجة معانا ايه نحط فيها الكلام الجميل ده كله، طماطم والبصل والثوم والبهارات عشان نتبل الفراخ. طبعا انا شطفت الفراخ وصفتها، حطيتها كده في المصفى وسبتها وقت شوية، يعني ايه بصوا مبقاش فيها ولا نقطة مية ولا نقطة مية. يعني انا عايزة اقول لكم سبتها حوالي ساعة تتصفى. بصوا بقى احنا مفتحين هنا ازاي عشان خاطر تستوي معانا بسرعة. انا بوريكم كمان ان مفيش ولا نقطة مية في الطبق، لان انا سبتها وقت كافي. حطها بقى كده على جنب، وهجيب بقى الطبق اللي انا هتشتغل فيه وهتبل فيه الفراخ. هنزل بقى كده فيه بالطماطم والبصل. حط بقى الطماطم المبشورة، وهننزل بالبصل والثوم. دول كده كام فص توم فرمتهم مع
مع البصل. حط بقى كمية البصل كلها لان احنا محتاجينها. سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. نيجي بقى للبهارات بتاعتنا دي، هناخد منها معلقة. طبعا عشان انا عاملة كمية كبيرة فهي المعلقة بصوا يعني يا دوبك، هاخد كمان شوية اهو، مش هاخد اكتر من كده. هدعك بقى كل الكلام الحلو ده. حط بس الملح لان دي ما فيهاش ملح، طبعا هي فيها كل حاجة. هحط بقى كده الملح، هاخد معلقة ونص ملح. وهدعك بقى كل الكلام ده كله لحد لما يبقى كله شارب من بعضه. دي بقى خلطة الحاتي بتاعت الكفتة، بتاعت الفراخ المشوية، بتاعت اي حاجة طعمها حلو بتشميها عند الحاتي وريحتها حلوة بتشميها عند الحاتي. السر في الخلطة دي. سيبك بقى من اي خلطات خزعبلية، علشان يعني هما شغلهم والله العظيم والله العظيم ومن لسان الحاتي نفسه، هما شغلهم بصل توم طماطم شوية بهارات والليمون وشكرا. انا هنا كمان زودت الليمونة. حط كمان اضافة حلوة بقى دلوقتي هتعجبكم قوي، بتدي برضو طعم كده ومزازة حلوة قوي للمشويات بتاعتنا، وبتدي لون حلو كمان للفراخ وهي بتتشوي. بدعك بس الكلام ده كله. حطيتي لايك ولا لسه؟ شايفاكي لسه ما حطيتيش اللايك. دعكت بقى الكلام ده كله. بصوا ده دبس رمان، طبعا انا اللي عاملاه في البيت. بصوا بصوا الحلاوة، بصوا الحلاوة. ان شاء الله هبقى انزل لكم الطريقة بتاعته. حاجة كده غير اللي انتي بتجيبيها من بره خالص. دي بقى الاضافة اللي هتودي الطعم في حتة تانية. شوية زيت كمان اهو. ويلا بينا بقى على الشغل يا ست الكل. هننقص بس شوية كده لان دول هنحتاجهم. نقصت كده شوية بالمعلقة كده في الطبق لان دول هنحتاجهم بعدين. هجيب بقى هنا الفراخ بتاعتي اللي انا هشويها. بصوا هدعكها بقى من فوق ومن تحت ومن بره ومن جوه ومن تحت الجلد، وهشربها. بصوا التتبيلة، هشربها التتبيلة دي من كل الاتجاهات، من كل حتة. شربتها بقى كده ايه تحت الجلد وبين اللحم والعظم، من كل حتة. دي طبعا حتة اللي هي بتاعت الكتف، وده الصدر. طبعا انا فاتحة 2. وتحت الجلد برضو حطيت شوية من التتبيلة، شوية من الخلطة بتاعتنا دي. مش هنسيب حاجة. دي بقى الحتة اللي طلعت معانا من البانيه، اللي هي الحتة اللي عدت دي اللي طلعت معانا من البانيه. وده المفصل ما بين الورك وما بين الحتة اللي هي ما بين الدبوس والحتة الخلفية اهو. طبعا الدبوس بصوا انا فاتحاه وخلياه لحد يعني انا مبينه. بصوا شايفين العظمه، انا بوريكم العظمه. بصوا انا خاليه العظمه كلها باينه. حتى الزور كمان والجناح برضو كده انا فاتحاه بالسكينه كده عشان برضو يتبل ويتطعم كده ويبقى طعمه حلو اهو. تبلنا بقى الفراخ بتاعتنا كده. نيجي بقى هنا للبانيه وللشاورما. عندي بقى كده الطبق اللي انا هفرز فيه. احط بس معلقه من الخلطه دي كده. انا طبعا قسمت الخلطه دي
خدت منها جزء اللي انا هعمل بيه الرز، وسبت بقى بقية الخلطة في الطبق هكمل بيها التتبيل بتاعي. بصوا بقى قطع البانيه. احنا كده طلعنا كام صنف من فرختين؟ طلعنا 3 اصناف، يعني طلعنا الغدا وطلعنا كمان غدوتين. لا 3 ايه، احنا طلعنا 4. لسه في صنف كمان غير البانيه وغير الشاورما وغير الفراخ المشوية. اكيد انتوا عرفتوا هو ايه. بحط كده ما بين كل قطعة وقطعة عشان خاطر يبقى متبلة من فوق ومن تحت، ما تبقاش ايه يعني قطعة فيها تتبيلة وقطعة لا. ده طبعا بقى بطلعه كده يا دوبك جاهز على السوا. بحطه بقى في البيض واللبن، وبحطه في البقسماط وعلى طول على التحمير. بيسهل عليا كتير، يعني لما بشيل البانيه متبل كده بيسهل عليا كتير. بصوا بقى الكمية اللي طلعت من صدر الفرخة. يعني تقريبا كده طلعنا حوالي نقوله نص كيلو بانيه اهو. تبلنا بقى البانيه كده وشلناه على جنب. ادي الصنف كمان الزيادة. الكبدة طبعا غسلناها ونضفناها كويس برضو مع الحاجات ديت. وده كمان صنف زيادة. طبعا انا نزلت لكم طريقة الكبد والقوانص، كبد ضد القوانص. انا عندي ولادي ما بيحبوهاش مسلوقة، فانا بدبلها برضو كده وبحط لها شوية من الخلطة دي. بصوا انا بعصر هنا بقى المية علشان اللي جاي انا مش محتاجة فيه تفل البصل ولا تفل الطماطم. فهنا بعصر المية بقى كده بتاعة البصل والطماطم. بحط بقى التفل ده هنا كده على الكبد والقوانص اهو. كده ده تاني صنف، لا ده تالت صنف. يبقى تبلنا الفراخ وتبلنا البانيه ودي الكبد والقوانص. باقي بقى ايه؟ باقي طبق الشاورما. ادي كده انا بوريكم اهو، ادي البانيه وادي الكبد والقوانص. يبقى ادي غدوة وادي غدوة وادي غدوة وادي غدوة. يبقى كده 4 وجبات من الفرختين. نيجي بقى على تتبيلة الشاورما. معايا بقى المية بتاعة البصل دي. هنزل بقى كده بالشاورما. انا محتاجة المية بس مش محتاجة تفل البصل في حاجة. نديله تقليبة كده، وهحط عليه كمان معلقة من دبس الرمان. معلقة ملح صغيرة. استغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم واتوب اليه. واحط كمان معانا زبادي. احط كده حوالي معلقتين زبادي اهو. الزبادي طبعا بيطري اللحمه بتاعت الشاورما، بيخليها كده جوسي وطريه من جوه لما تسويها، لان طبعا احنا عارفين ان الصدر بيبقى ناشف شويه، بس الزبادي بيطري الموضوع، يعني بيطري بقى الشاورما معانا. حطيت كمان معلقه توم بودره. وهنا سنه بابريكا اهو. بصوا لقيت الموضوع بالمعلقه مش جايب همه، فقلت اجيب من الكيس على طول. هبتدي بقى اقلب الكلام ده كله مع بعضه. طبعا بقى ولا في طفل بصل ولا في طفل طماطم، فيعني الموضوع بصوا هي الشاورما يعني كده التتبيله بتاعتها بتبقى مختلفه شويه عن البانيه. صح بس كده حوالين مننا اهو. وادي كمان صنف.
هحط بقى كمان هنا سنة كاري، معلقة صغيرة كاري، بتدي طعم وبتدي لون للشاورما، ومعلقة بابريكا. لا كاري وكركم، معلش احنا حطينا البابريكا في الاول، ده كاري وكركم، انا كده حطيت كركم وكاري، معلقة ومعلقة، اوعوا تتوهوا مني. خلاص وهنا كمان خلصنا. يبقى كده احنا هتتعبي، معلش هتتعبي يوم بس، والله الموضوع مش متعب ولا حاجة، ده هو يعني ساعتين زمن كنت مخلصة كل الكلام ده كله، ومخلصة الغدا ومغدية العيال، والدنيا كانت زي الفل كمان. بس انا هستريح كده يومين تلاتة كمان على الاقل، ما كانش 4 5 ايام اسبوع، لان مش كل يوم بيبقى لحوم، ومش كل يوم بيبقى فراخ، يعني بتبقى كده وكده، بيبقى يوم ويوم، فانا كده بريح نفسي. بما اني واقفة في المطبخ وهشتغل، فهشتغل في كذا حاجة يعني تريحني بعد كده. اه ادي 3 اصناف هيتشالوا في الفريزر للايام اللي جاية. 4. انا كمان خدت كده جزء من الفراخ اللي تبلتها دي، يعني قسمت الفراخ اللي انا تبلتها للشوي، هشيل جزء وهشوي جزء، اهو زي ما انتوا شايفين كده. يبقى كده عندي 4 وجبات، 4 وجبات غير الغدا بتاع النهاردة كمان، يعني كده طلعنا من الفرختين 5 وجبات، اهو زي ما انتوا شايفين. ده اللي هيتشوى، واللي انا شيلته دوت اللي هيتحط في الفريزر. كل ما احتاج بقى اعمل وجبة خلاص بطلع بقى من الفريزر، وبتبقى الموضوع سهل يعني، اطلع الحاجة تفك وخلاص على كده. يعني مرة بانيه، مرة شاورما، مرة كبد وقوانص، مرة تانية نشوي بقية الفرخة. خلصنا وركننا الكلام الحلو ده على جنب، تعالوا بقى نعمله حاجة حلوة كده على السريع. معايا هنا نص كوباية لبن بالدسم بتاعها، لو انتوا شايفين الدسم قد ايه. انا طبعا عشان بيجيلي لبن من الفلاحين، فيعني ايه، بيجيني لبن بخيره. وعندي هنا معلقتين سكر، وكيس بودر، وكيس خميرة. هنعمل حاجة حلوة بقى العيال كلها بتحبها، مش هقول لكم عليها ايه دلوقتي. كمان معايا معلقة فانيليا وبيضة، وعندي دقيق. تيجي بقى كده ايه، هنجيب بس كده الخميرة. بصوا انا مدفية اللبن ده، فعشان كده هتلاقوا الدسم بتاعه فاصل من على اللبن، لازم يكون الحليب دافي. حط بقى معلقة كيس الخميرة. بصوا هننشط الخميرة دي في اقل من ثانية، هوريكم ازاي الخميرة هتتنشط في الجو الساقع اللي احنا فيه ده في اقل من ثانية قدام عينيكم دلوقتي. هتشوفوا ولا سحر ولا شعوذة. هناخد كمان معلقة صغيرة من كيس البودر ده. بصوا بقى اللي هيحصل هنا، بصوا اللي هيحصل. خدت معلقة، بصوا التفاعل، بصوا الخميرة بتنشط ازاي في ثواني بمجرد ما حطيت البودر على الخميرة. زي ما انتوا شايفين، بصوا نص كوباية وصلت لحد فين. ده هي هتفور كمان مني دلوقتي، ده انا هاخدها كده هاخدها كده ورا كده على الطبق عشان ما تنزلش في الارض. في اقل من ثانية هتكوني منشطة الخميرة بتاعتك بالطريقة دي، صدقوني والله انتوا شايفين التجربة بعينيكم. هناخد بقى كده حوالي 3 كوبايات دقيق، احسن محسن للمخبوزات كلها ممكن تعمليه في الجو الساقع ده، بيقلل معاكي مدة التخمير بسرعة الصاروخ، يعني بتكوني مخمرة الحاجة بتاعتك. هاخد بقى كده هنا 3 كوبايات، ادي كوباية. عرفتوا هنعمل ايه ولا لسه؟ لو وصلتوا لحد هنا وعرفتوا هنعمل ايه اكتبوا في الكومنتات. الدقيق بتاعي نضيفه زي الفل، هو سايب من عند العطار، بس يعني انا بجيب من عطار مضمون.
نخلت كده اول كوباية. لازم تنخلي الدقيق بتاعك حتى لو نضيف ومتأكدة منه، لازم تنخليه عشان تطلعي منه بس الرطوبة، وتدخلي فيه كده هوا عشان خاطر العجينة بتاعتك تبقى هشة وطرية. انا بنخل كده، دي تاني كوباية اهي، وهاخد كمان كوباية، يبقى كده خدنا 3 كوبايات دقيق، وخدنا 3 معالق سكر، وكيس بيكنج باودر، وكيس خميرة، واللبن ده بقى طبعا على حسب العجينة ما هتاخد معانا، وبيضة ومعلقة فانيليا. هنعمل بقى ايه؟ مش هقول لكم دلوقتي، استنوا شوية ما نبتدي نعجن. نخلت بقى كده الدقيق خلاص. هشيل بقى كده المنخل بتاعي خلاص. مش انا بوريكم، بصوا المنخل نضيف ازاي، ما فيهوش اي حاجة، بس لازم حركة النخل دي عشان خاطر تدخلي هوا في الدقيق عشان العجينة بتاعتك تبقى حلوة. احط بقى المعلقة السكر الباقية، واحط بقية البودر اللي معايا. انا طبعا خدت معلقة صغيرة، احط بقية الكيس، اديهم تقليبة كده. هناخد كمان البيضة على طول على الدقيق اهي، هنكسرها كده فوق الدقيق على طول. شايفين طبعا انتوا الكوباية جنبي عاملة ازاي، شايفين الخميرة متفاعلة وفايرة. حطيت كمان معلقة الفانيليا على البيضة. بصوا بوريكم، بصوا الخميرة واصلة لحد فين. هقلب بقى الكلام ده كله مع بعضه. سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. هنزل بقى كده بالخميرة. بصوا الفوران، بصوا كمية الفوم اللي الخميرة عاملاها مش طبيعية. ده بسبب معلقة البودر اللي احنا حطيناها مع الخميرة والسكر. وطبعا الحليب لازم يكون دافي. معايا بقية الحليب اهو. ده حليب بالوش بتاعه بالقشطة بتاعته بكل حاجة، يعني انا ما شلتش منه اي حاجة، سبته زي ما هو كده بقشطته بكل اللي فيه. افضي بس كده ايه بالتدريج، يعني انا خدت نص كوباية في الاول، وهاخد الكوباية دي كمان، بس هفضيها بالتدريج على حسب الدقيق ما يشرب معايا. هنعمل بقى خلية النحل، يعني كفاية بقى كده. هنعمل خلية النحل ان شاء الله يا جماعة، زي ما انتوا شايفين كده. دي مكوناتها سهلة وبسيطة، والولاد كلها بيحبوها، وحاجة كده في الجو الساقع اللي احنا فيه ده، يعني مع كوباية شاي بقى كده، مع كوباية نسكافيه، خلاص الدنيا بقت زي الفل. هعجن بقى كده العجينة بتاعتي. طبعا انا هنزلها دلوقتي على الرخامة قدامي عشان اعرف اتحكم فيها. خدت كوباية الحليب الباقية، هقلب بس كده الحليب مع الدقيق لحد لما يختلط، وهنزل بيها بقى على الرخامة كده ايه، افتكر فيها الذكريات. بصوا بقى، نزلت بيها على الرخامة، حطيت لها كده ايه مكعبين من الزبدة كده بدرجة حرارة الغرفة. حط كمان معاهم معلقة زيت مش كتيرة اهو. بفتح بس كده العجينة عشان الزيت ما يقعش. هقفل بقى. بصوا، بصوا الحركة دي بتخلي العجينة مورقة وهشة وطرية، ومش عايزة اقول لكم بتبقى كده حاجة ملبن، بسم الله ما شاء الله. تاني بقى افتح فيها واقفل فيها وافتح فيها واقفل فيها، ومش هرحمها. افتكري بقى اي حاجة مضايقاكي هنا، او اي حد مضايقك، كأنه هو حتة العجينة دي وانتي واخداه كده غسيل ومكوى. طبعا اللي بيضايقونا كتير بقى، ربنا يهديهم ويسامحهم.
بصوا لسه. بصوا بقول لكم ايه، هفضل اوديها واجيبها واوديها واجيبها في ايدي لحد ما تنعم معايا وتبقى ملبن اهو. بصوا انا بوديها وبجيبها، ايد راحة وايد جاية. طبعا الرخامة بتاعتي نضيفة ومتعقمة ومغسولة والدنيا زي الفل. يعني انا مش شغالة على الرخامة غير لما نضفتها ومسحتها بشوية خل كمان عشان تبقى الدنيا نضيفة وزي الفل. روحي وتعالي بقى كده مع العجين. بصوا انا بوريكم بقى كده، انا لميتها خلاص. بصوا بقى العجين، بصوا ملمسها اختلف خالص، شكلها وملمسها اختلفوا خالص عن الاول. طبعا هي بتلزق بس حاجة بسيط، يعني هي بتلزق بس بسيط. انا طبعا بصوا هي في ايدي اهي طرية وبتلزق بسيط جدا، يعني حتى ما بتشبكش في ايدي. بس بصوا زي ما انتم شايفين عاملة ازاي. حطها بقى كده في الطبق واديها دهنة زيت، هسيبها تختمر. هسيبها كده مش هتختمر، هسيبها بس ترتاح كده حوالي 10 دقايق ولا حاجة قبل ما احضر لها الحشوة بتاعتها واجهز الصينية وابتدي اقطع فيها بقى. انا بسلك بس حتة العجينة اللي في ايدي دي، هغطيها بقى كده واسيبها تريح 10 دقايق. غطيها بقى كده بفوطة وهركنها كده على جنب. طبعا هغطيها بحاجة كمان مع الفوطة دي وهركنها كده واسيبها تريح 10 دقايق. جبت العجينة بتاعتي وجبت الصينية، طبعا نضفنا ايدينا. العجينة هي لسه ما اختمرتش، هي بس ارتاحت، وده كمان جناش شوكولاتة. بصوا يعني انا عملته قبل ما اشتغل في العجينة عشان يلحق يبرد كده ويتماسك معايا. هنعمل النهاردة ان شاء الله خلية النحل بتاعتنا بالشوكولاتة بالجناش. حابة بقى تعمليها بالجبن، حابة تعمليها زي ما انت عايزة، الحشوة اللي تريحك والمتاحة عندك اعمليها. خد بقى قطعة من العجين كده كورها في ايدي كده كورة، يعني حجمها كده متوسط. هفتحها كده بس شوية بايديا اهو. بصوا رغم ان العجينة لسه ما خدتش خمر بس مرنة معايا وطيعة كده بالتحلال يعني. حطيت بقى الحشو كده في النص واقفل عليها كويس عشان خاطر الحشوة ما تقعش منها. بصوا القفل كده، انا بقول لكم القفل ده كده انا مقفله عليها كويس اهو. القفل ده بيبقى من تحت، انا مش عارفه الكاميرا مالها. تمام كده تمام. نعمل كمان واحده. اهو هنعمل كمان واحده، يعني انا هعمل دي كمان معاكم وهكمل بقى الباقي لحتى لما اخلص الصينيه اهو. بصوا احط الشوكولاته كده جواها وبقفل عليها كده زي البقجه، بقفلها كده من جميع الاطراف اهي. وبخلي بقى القفل دوت تحت عشان خاطر لما تدخل الفرن ما تتفتحش بقى مني وتطلع الحشوة اللي فيها وتبهدل الدنيا اهو. اخلي بقى القفل ده من تحت، اظبط بس كده شكلها وكده تمام. هخلص بقى كده. بصوا زي ما انتم شايفين خلصت الكمية اهي. هي دلوقتي فيها مسافات ما بينها وما بين بعضيها لانها هي لسه هتختمر. هسيبها بقى اغطيها وهسيبها تريح بقى وتخمر براحتها. انا طبعا كده كنت شغلت الفرن عشان تسخن. تيجي بقى نعمل الاكل بتاعنا، تكون الصينية بتاعتنا دي خمرت، ندخلها على طول ورا الفراخ بتاعتنا.
هسيبها بقى كده لحد لما اخلص تتخمر براحتها. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. جبت بقى الفراخ بتاعتي وحطيتها كده في الشبكة، حاطه تحت منها طبعا صينيه الفرن دي عشان لو في اي حاجه وقعت ولا حاجه ما تبهدلش الفرن بتاعتي وتتحرق بقى على الفرن وكده. فلازم تحطي صينيه، تحطي اي حاجه تحت الشبكه لو هتشوي على الشبكه كده زي انا ما هشوي. طبعا انا سلكت الفراخ بقى بصوا الميه دي اللي كانت ناقعين فيها الفراخ، انا طبعا صفيت التفل بتاع البصل كله، عصرته كويس وخدت بقى الميه دي عشان خاطر هدهن بيها الفراخ كل ما اقلبها اديها دهنه كده عشان تفضل طريه. هدخل بقى الفراخ بتاعتي دي على الفرن على طول، ونبتدي بقى نعمل مع بعض الرز. نيجي بقى هنا معايا مادة دهنية، وعندي بقى البصل اللي انا كنت شايلاه على جنب اهو، هنزل بيه كده على السمنة والزيت. انا حاطه مكعب زبدة وحاطه معاه معلقة زيت، شوحه بقى كده شوية ياخد تشويحة كده لحد ما يبتدي يصفر. زي ما انتوا شايفين كده هسيبه يتشوح شوية. احط بقى واحدة لومي، ده ليمون مجفف انا اللي عاملاه برضو، انا اللي مجففاه في البيت. وهحط كمان نص عود قرفة. هشوح بقى البصل مع الطماطم مع الليمون مع القرفة لحد ما يبتدي كده يصفر شوية، وبعدين ننزل عليه بباقي المكونات. قلبه بس شوية كده. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. انا سايبة بس البصل كده يتشوح حبة عبال بس ما اجيب بقية المكونات. هنديله تقليبة كده. وهسيبه بس يصفر شوية عشان خاطر يبقى طعمه حلو معانا، يعني يبقى طعمه في الرز بتاعنا حلو. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. البصل خلاص اهو تصفر معايا. هنزل بقى بمعلقة كركم، وهحط كمان معلقة كاري، وهديهم تشويحة كده مع البصل ومع القرفة. احط الملح. اول ما ريحة الكركم والكاري هتطلع هنزل عليهم بكوبايتين مية. شوح بس كده الكلام الحلو ده. ريحة الكركم بس كده تطلع، وهنزل بقى عليهم بكوبايتين المية. ادي كوباية، هنزل كمان بكوباية. حطيت كوبايتين من المية وكمان واحدة، يبقى كده حطيت كوبايتين ونص من المية على كوبايتين من الرز. انا طبعا غسلة الرز ومش نقعاه.
حطه بس كده يغلي، هغطي الحلة واول ما هيغلي هنزل عليه بالرز. ميه غليت بتاعتنا اهي بتاعت الرز. حابه بقى تحطي مكعب مرقه حطي، انا بصراحه ما بقتش بفضل الموضوع ده. غسلت بقى الرز بتاعنا. حط بقى ايه ده، حوالي تقريبا نص كيلو رز بسمتي، يعني كوبايتين. حطيت عليهم كوبايتين ونص من الميه. هديله بقى كده تقليبه واغطي عليه واسيبه يستوي. بصوا زي ما انتوا شايفين كده الميه مغطيه كويس اهو. انا كده اطمنت ان الميه مغطيه كويس. هغطي بقى عليه واسيبه بقى يستوي. نيجي بقى هنا للخلية بتاعتنا، خلاص كانت اختمرت. بصوا بقى كل الفواصل اللي كانت ما بينها وما بين بعضيها كلها لمت على بعضها. طبعا دهنت الوش بقى بمعلقة عسل، مخففاه بشوية مية ورشيت عليها شوية سمسم. انت عايزة تدهني بقى الوش بصفار بيضة مع معلقة قهوة سريعة الذوبان براحتك اللي تحبيه، بس انا مبفضلش دهن الوش كده. انا بدهنها بالمعلقة العسل اللي متدوبة في شوية مية، متخففة بحبة مية او ممكن بشوية لبن. هندخلها بقى الفرن. انا طبعا كنت طلعت الفراخ خلاص، دخلتها الفرن اهو. بصوا زي ما انتوا شايفين دخلت الفرن وطلعت بصوا سخنه مولعه. بصوا الوش بتاعها عامل ازاي، استوت وبقت زي الفل زي ما انتوا شايفين كده. اغطي عليها بقى عشان تتنها طريه كده وهشه. يبقى احنا عملنا الغدا وفرزنا اكلنا كمان لاسبوع كامل، وعملنا حاجه حلوه للولاد واحنا واقفين. خلصت بقى كده كله. بصوا زي ما انتوا شايفين كده خلصت اهو. حطيت بقى كمان فحمة كده على النار وحطيت فيها معلقة زيت. هغطي بس كده، ابعد دي شوية عشان ما تاخدش متلقطش من الريحة. الرز كان استوى وطلعت الفراخ وحضرت الغدا وحضرت الحاجة الحلوة بتاعت الولاد اهو. زي ما انتوا شايفين بصوا خلصت اليوم كله، ما يعني والله ما خدت وقت. مش عايزة اقول ساعتين زمن، والله كتير كمان، كتير ساعتين الزمن على الموضوع ده كله. طول ما انتي شغالة كده وايدك شغالة في الحاجة بتنجزي نفسك بسرعة. نيجي بقى هنا. بصوا انا كان والبوتاجاز والفرن شغال، كنت كل شويه رايحه جايه كده ايه اشيل الاستيكر. الموضوع ده يا جماعه مش عايزه اقول لكم، مش يعني موضوع فاشل بامانه، موضوع فاشل. موضوع الاستيكر اللي بيتلزق على الازاز بتاع البوتاجاز. شلت بقى الحوامل بتاعه البوتاجاز وشلت كمان عيون البوتاجاز عشان اغسلهم. طبعا انا استغليت موضوع الفرن وهو شغال، وبقيت اسلك كده كل شويه الاستيكر ده. هحط بقى معلقتين بيكنج باودر، لا اسفه، معلقتين كربوناتو بيكنج صودا. حط معلقه ملح ليمون. هنعمل بقى خلطه نغسل بيها البوتاجاز ونلمع بيها الكلام ده كله. حطيت ملح الليمون. احط بقى شويه كلوريكس الوان وشويه بريل، وهبتدي بقى اخد من الخلطه دي وادعك بقى بيها البوتاجاز. البوتاجاز كده دافي، يعني لسه ما بردش، البوتاجاز لسه سخن، فهيسهل معايا الموضوع في الدعك شويه. احط كمان حبه خل. بصوا الفوران والتفاعل. مش عايزه اقول لكم بقى الخلطه دي بتسهل عليا الدنيا. في لمح البصل بكون منضفه الدنيا بيها. شويه كلوريكس كمان. هبتدي بقى اغسل البوتاجاز وانضف الدنيا مطرح ما خلصنا الاكل بقى وغدينا الولاد معايا حته السلكه دي هغسل بيها بقى وانضف بيها الدنيا. هتشوفوا البوتاجاز دلوقتي بصوا حتى هو بيطلع بخار. بصوا يعني انا بوريكم. بصوا لسه البوتاجاز سخن، يعني انا بغسل والبوتاجاز لسه سخن، لسه بيطلع بخار. بدعك بقى كده الكلام ده كله، وهدعك الازاز كمان. ويبقى كده احنا خلصنا اليوم كله
نضفنا المطبخ وخلصنا الغدا وخلصنا كل حاجة اهو. بصوا بقى البوتاجاز، مش عايزة اقول لكم بصوا البوتاجاز شكله عامل ازاي، وادي كمان الازاز اهو. اظن واضح الخلطة عملت فيه ايه اهو. زي ما انتوا شايفين كده نضفت الدنيا بقى وخلصت المطبخ وغديت العيال وشطبت الحوض تاني وطلع لي مواعين تاني، طبعا اكيد مواعين الغدا، بس كنت مخلصة كل حاجة وانجزت حالي يعني اهو. زي ما انتوا شايفين كده نضفت الدنيا حوالين مني. تعالوا بقى اقول لكم بلمع الرخامة ازاي بعد ما بخلص اليوم. عارفين بقى الملمع بتاع الازاز ده، خلاص انا غسلت الطباخات بتاعتي وغسلت البوتاجاز كمان، بعمل فيه كده. بجيب بقى الملمع بتاع الازاز وبجيب فوطة نظيفة وبمشي بقى كده بكل حتة امسحها اهو. زي ما انتوا شايفين ايدي بقى في المطبخ من فوق، في التقفيلة، في الضلف بتاعة المطبخ، على البوتاجاز، في اي حتة تقابلك. بصوا مش عايزة اقول لكم يعني ان انتوا شايفين الخلفية عاملة ازاي، يعني الحاجات المتعلقة كمان على الحيطة باينة اهي في الرخامة من النظافة ومن اللمعان. خلصت بقى كده خلاص الحمد لله، يومنا خلص، ما خدتش وقت والله كتير. خلصت البوتاجاز وخلصت الطباخات ومسحت طبعا البوتاجاز والازاز بتاعه بالملمع بتاع الازاز، وهنا كمان خلصت الحوض ونضفته وخليت الدنيا زي الفل. يعني انا ما طلعتش من المطبخ غير لما خلصت